ابيع ولا ما ابيعش؟ قبل راس السنه باسبوعين ثلاثه اوقف الاعلانات ولا اسيبها شغاله؟ قبل العيد اشغل الاعلان ولا اوقفه؟ قبل اي مناسبه هتلاقي دايما عندك الصراع ده. احاول ابيع في الفتره دي ولا اوفر فلوس الاعلانات وهدي البادجت عشان اقدر اكمل بعد كده؟ مفيش اجابه واضحه للسؤال ده، بس علشان تعرف تقرر تبيع ولا لا، فكر اولا انت محتاج تبيع ولا تقدر تسستين البيزنس من غير المبيعات اللي هتحصل في الفتره دي. لو تقدر تسستين البيزنس اي وود ريكومند انك انت توفر الميزانيه بتاعتك وتصرفها بعد ما الفتره اللي انت خايف انها اوف سيزون بالنسبه لك ما تخلص. ولكن لو انت اصلا كده كده محتاج تبيع، فبيع في الفتره دي بس على شرطين. الشرط الاول ان البيع بتاعك يكون هايلي ريليفنت في السيزون. يعني ايه؟ يعني البيع بتاعك يبقى مربوط قوي بالفتره اللي بتبيع فيها. هتبيع في رمضان، حاول تبيع الحاجه اللي ليها علاقه شويه برمضان. طب ما عندكش، حاول تكستمايز الاوفرنج بتاعك يبقى مناسب لرمضان. نفس الحاجه لو راس السنه او اي مناسبه تانية. الشرط التاني، ما تبقاش موحد طريقه البيع بتاعتك على الاعلانات، علشان كتير الاعلانات هتخذلك في الوقت ده. فلازم يبقى عندك اوبشنز تانية تبيع بيها، سواء كانت ديجيتال ماركتنج او حتى تراديشنال تكنيكس، عشان تقدر في الفترة اللي انت عارف ان فيها صعوبة بالنسبة لك تنجح. زي ايه؟ زي الكوميونتي، زي الدايركت ماركتنج، زي الانفلونسرز، زي البارتنرشيبس سواء ديجيتال او اون جراوند، زي الايفنتس او البازارز لو البيزنس بتاعك يسمح بده، وغيرهم من الاكتيفيتيز اللي تقدر بيها تبيع من غير ما تبقى معتمد اعتماد كلي على الاعلانات.